سحر التعطيلات كل حاجة بتروح فيها بتلاقيها سد في وشك، كل الأبواب مغلقة. ولو مثلا بتحاول إنك أنت تخطب أو بترتبط تحس تلاقي إن في جدار بيعزل بينك وبين أي فتاة إنك أنت تتقدم لها، ولو تقدمت ترفضك، ولو أنت قابلتها، ولو أنت قابلتها يعني سبحان الله ورضيت بيها وحبيت إنك أنت يعني سبحان الله تكون دي شريكة حياتك، بتقول لك أنا مش موافقة عليك. طب لو أنت مش عايزها تقول لك أنا نفسي إن أنا أرتبط بيك. والموضوع معكوس يعني سبحان الله مع النساء. سحر التعطيل يعني سبحان الله من العجائب بتاعته ان ممكن الواحد يكون بيكتب على آلة كاتبة او بيكتب على كمبيوتر ويبص يلاقي ان الكمبيوتر اتعطل، او يجي مثلا وهو في الاختبار يحس كده ان الأسئلة يعني سبحان الله مش عارف يقراها او تايه او مش فاكر اي كلمة، واي حاجة يعني سبحان الله بيخش فيها بيلاقي ان سبحان الله الصد هو العنوان الرئيسي لحياته. فعشان كده يعني سبحان الله اذا كنت بتعاني من نوع السحر ده فانا هنصحك ب3 نصائح لو خدت بيهم السحر ده يعني سبحان الله سيتلاشى من حياتك، وهتبص تلاقي ان الدنيا بتزدهر ليك مرة تانية وآتتك الأرزاق من حيث لا تحتسب. أول شيء عشان سحر التعطيل يتشال من الحياة لازم ان انا اصلح العلاقة بتاعتي مع الله جل وعلا. فكل انسان بيلاقي ان الامور معطلة او بيحصل له مشاكل او بيتخانق او بيحصل معه خلافات مما فيش، هتبص تلاقي نفسك انك انت ما بتصليش الفجر. فحاول انك انت تصلي صلاة الفجر في وقته. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا يطلبنه أحدا بشيء، فإنما إن طلبه فإنما يطلبه من الله جل وعلا. وكل إنسان يعني سبحان الله هيحاول إن هو يطلبك بشيء هيكون عقابه عند الله عز وجل شديد، فانتبه ونفذ اللي أنا بقوله لك ده. فحاول إنك أنت تصلي صلاة الفجر في جماعة. الأمر الثاني حاول إنك أنت دايما يعني سبحان الله تحافظ على قراءة القرآن. فربنا سبحانه وتعالى بيقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومن أفضل الصور اللي أنت تقرأها فتيسر لك الأمور سورة الواقعة وسورة ياسين، وعندك يعني سورة القلم، وعندك كذلك يعني سبحان الله سورة الأنفال. فكل آيات القرآن الكريم إذا قرأتها بنية أن يفرج الله عز وجل عنك ما أنت فيه فهتكون من أهل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فكلنا يعني سبحان الله في حاجة لقراءة القرآن الكريم، لأن القرآن هو الذي يفتح لنا أبواب الخير، ثم بعد ذلك تتبدل الحياة إلى الأفضل والأحسن، ولا يبقى شقاء مع شخص يقرأ في كتاب الله جل وعلا. أما عن الشيء الأخير يعني سبحان الله وهو يعني سبحان الله الشيء الثالث، حاول أنك أنت تصل الرحم. فلو صلت الرحم يعني سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن الرحم معلقة بعرش الرحمن، بتقول إيه؟ اللهم اوصل من وصلني واقطع من قطعني. فإذا وصلت رحمك صلك الله عز وجل وأوصلك إليه، فتكون يعني سبحان الله من السعداء في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك تفاجئ إن أبواب الخير أصبحت إن هي تفتح لك. الأبواب اللي كانت مغلقة قبل كده والمشاكل اللي أنت كنت بتواجهها في كل مكان بتروحه أصبحت إن مش موجودة نهائيا، وأصبح كل شيء متلاشي معها. ثم بعد ذلك يعني سبحان الله تصدق بصدقة وتوكل على الله قبل أي مشوار أنت رايحه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يتوكل على الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يسر الله عز وجل أموركم وأزال التعطيلات من حياتكم، شاركوها ربما أن في حد ينتفع بها. في أمان الله.